يا جماعة، تخيلوا منتخب كامل داخل مباراة نقطة واحدة بس تفصل عن التأهل رسمياً، يعني تعادل ويصير كل شيء محسوم. انتظر، مو بهالسهولة. اليوم في الرباط الأجواء نار والمفاجآت جاهزة على الباب. القصة باختصار بس كأنها مغامرة. المغرب داخل المواجهة قدام زامبيا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أفريقيا المغرب 2025. الأسود الأطلس متصدرين المجموعة الأولى ب4 نقاط، بس الجمهور للحين يبي أداء يقنع أكثر، لأنهم تعادلوا مع مالي 1-1 بالجولة الثانية بعد ما فازوا على جزر القمر 2-0 بالبداية. وين التوتر؟ هنا. زامبيا مو جاية تتمشى، زامبيا ثالثة بنقطتين من تعادلين ونفس رصيد مالي تقريباً، يعني أي نتيجة طق ترتيب المجموعة. وفي الجولة الثانية زامبيا تعادلت 0-0 مع جزر القمر، فالحين صارت مضطرة تسوي شيء كبير قدام المغرب عشان تحيي أمل التأهل. والحين اللقطة اللي تخليك تقول لا معقولة؟ المغرب يكفيه نقطة واحدة فقط قدام زامبيا عشان يضمن العبور رسمياً لدور ثمن النهائي بدون ما ينتظر نتائج الباقين. المواجهة الليلة الاثنين على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط. صافرة البداية الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب غرينتش +1، يعني جهزوا القهوة لأن الليلة فيها حكاية. السؤال الحين، هل المغرب يكتفي بالنقطة الذهبية وبيلعبها بهدوء، ولا بيقول لك لا الليلة نبيها انتصار وبصمة قوية؟ اكتب توقعك بالكومنت، فوز، تعادل، ولا زامبيا تسويها وتخرب السيناريو؟ ولا تنسى الاشتراك، لأن بكرة بنرجع لكم باللي صار حرفياً، مين عبر ومين طاح والصدمة الأكبر كانت لمين.